اهلا بيكم جميعا. انا اسمي سواء ابو ذكري ودي القناه بتاعتي. النهارده هعمل معاكم طريقه الترازلتشز، الكيك الترازلتشز اللي هو ترند جدا كان في رمضان ده. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص خلص وانا جربت فيه كذا نكهه وعارفه ان الكيكه كانت ناجحه جدا، فعملت طريقه مختصره شويه واسهل كتير. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم فيها. في الاول هبدا ان انا هكسر 4 بيضات وهضيف عليهم كوبايه سكر وكيسين من الفانيليا، وهضربهم بمضرب البيض جامد جدا. في الطريقه التقليديه احنا بنفصل البياض عن الصفار، بس في الطريقه بتاعتي هنعملها كده لانها اسهل وهتدينا نفس النتيجه. لما بوصل للقوام اللي انا عايزاه والبيض بالسكر بينفشوا قوي، بضيف عليهم كوبايتين من الدقيق ومعلقه ونص من البيكنج باودر، وببدا اقلب بالطريقه دي من فوق لتحت لغايه ما يختلطوا كلهم ببعض كويس. بعد ما بيتم الاختلاط بضيف كوبايه من اللبن وبقلب تاني قد ما بقدر بالراحه عشان ما اطلعش الهواء بتاعي من البيض. بجيب صينية كبيرة، الصينية دي 30 في 20 تقريبا، وحطيت فيها ورقة زبدة ودهنتها بالزيت كويس، وضفت فيها المقدار بتاعي ودخلته الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة. في الوقت ده بحضر اللبن اللي هسقي بيه الكيكة بتاعتي. طبعا هي اسمها ترازليتشز لان احنا بنسقيها ب3 انواع لبن. انا اختصرتها هنا بنوعين بس: الكريمة اللي هي كريمة الخفق، وكوباية لبن، عبوة كاملة من كريمة الخفق وكوباية لبن كاملة، وبقلبهم مع بعض مع معلقتين من السكر، وكده الخليط بتاعي بيبقى جاهز. انا بقى هنا حبيت اقطع الكيك بتاعي على شكل مربع علشان التقديم، دي حاجة من اختياركم. ممكن في نفس الصينية اللي احنا خبزنا فيها نزوق، وممكن نعمل زي ما انا عملت، نقطع حتة مربعة، وطبعا الحتة التانية هنستفيد بيها برضو. انا سقيت الكوبايتين للكيك بتاعي، ودايما بنسقي على ظهر مش وش الكيك، وبنحط فراولة كمية كتيرة بين الكيك والكريمة. وزي ما انتوا شايفين نزلت الكريمة دي كريمة خفق عادية، دول كانوا ظرفين عادي مضروبين، نزلتهم على الفراولة بتاعتي وسويتهم قد ما اقدر بالسباتشولا، وزوقت بالفراولة، وكده خلاص الكيك بتاعي بقى جاهز. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. الف هنا.